سليمان خاطر مات مقتول ومبارك هو المسؤول. سليمان خاطر مش مجنون ومات علشان ما قدرش يخون. دي الهتافات اللي أعلن بيها الشعب المصري رفضه للرواية الرسمية عن مقتل البطل الشرقاوي سليمان خاطر، واللي أكد فيها المصريين على تمسك خاطر بأرضه وشرفه. وبطلنا النهاردة واحد من كتير من اللي اتشرفت بيهم سجلات الكفاح المصري على طول السنين، ولكن اللي يفرق في حكايته إن نهايته ما كانتش عادية. ورغم مرور 36 سنة عليها إلا إنها ما زالت بتحمل سؤال ملوش إجابة: هل كانت وفاته انتحار ولا تصفية مدبرة؟ تعالوا نناقش الحقيقة الكاملة في حلقتنا النهاردة عن البطل الشرقاوي سليمان خاطر. أهلا بيكو في حكاية أصلي. حكاية أصلي، الحكاية من أولها. سليمان محمد عبد الحميد خاطر من مواليد سنة 1961 قرية أكياد مركز فاقوس محافظة الشرقية، وهو آخر ابن من 5 أبناء في أسرة بسيطة أنجبت ولدين وبنتين قبل سليمان. في طفولته شاف سليمان بعينه آثار قصف الصهاينة لمدرسة بحر البقر الابتدائية المشتركة، المجزرة البشعة اللي حصلت في 8 أبريل 1970. وللي ما يعرفش الحادثة دي فخليني أقولك إن السلاح الجوي الصهيوني استخدم طائرات الفانتوم الأمريكية في نسف المدرسة، واستشهد على أثارها 30 طفل وطفلة، واتصاب أكتر من 50 شخص. والمشاهد الموجعة دي أثرت جدا في بطلنا اللي كان وقتها عمره 9 سنين بس، حتى إن أهله بعد وفاته قالوا إنه عانى فترة طويلة من تأثيرات نفسية سلبية بسبب اللي شافه. المهم إن سليمان كبر والتحق زي غيره بالخدمة العسكرية، وكان مجند في وزارة الداخلية بقوات الأمن المركزي. ويوم 6 أكتوبر 1985 كان اليوم الأخير لسليمان خاطر في خدمته العسكرية، واللي لو كانت انتهت بشكل عادي يمكن ما كناش سمعنا عنه زي كتير من أبطالنا، لكن القدر كان ليه رأي تاني زي ما هحكي لك دلوقتي. تعال نرجع قبل التاريخ ده بيوم واحد، يوم 5 أكتوبر سنة 1985، واللي فيه كان سليمان خاطر بيقوم بنوبة حراسته المعتادة بمنطقة راس برقة بجنوب سيناء، تحديدا في النقطة 46. وفي وقت الغروب شاف قدامه مجموعة من السياح الإسرائيليين وعددهم 12 كانوا بيحاولوا تسلق الهضبة اللي بتقع عليها نقطة حراسته. وهنا يحاول سليمان منعهم وقال لهم بالإنجليزي إن ممنوع المرور، وكررها عليهم 3 مرات إلا إنهم ما التزموش بالتعليمات وكملوا مشيهم في اتجاه نقطة الحراسة. وهنا الأوامر اللي عند سليمان كانت واضحة وصريحة: ممنوع مرور أي شخص من نقطة الحراسة سواء كان مصري أو أجنبي، وده لأن نقطة الحراسة فيها أجهزة وأسلحة خاصة غير مسموح لأي إنسان إنه يطلع عليها. فينفذ سليمان الخطوة التانية المأمور بيها كعسكري، وهي إنه يضرب رصاصات في الهواء من باب التحذير، ولكن برضو المتسللين ما اهتموش وكملوا مشيهم. فما كان من خاطر إلا إنه قام بالخطوة التالتة وأطلق الرصاص عليهم مباشرة، وقتل 7 أشخاص ومنهم شخصين مهمين، وهم نمرود باري المستشار السياسي للسفارة الإسرائيلية في القاهرة، وسارة باقوم اللي كانت من أهم عناصر الموساد الإسرائيلي. وبعدها على طول سلم نفسه للقيادة. وطبعا المتوقع دلوقتي من حضرتك إن يتم مكافئته، أو على الأقل فلو ما تكافئش فهو مش هيتعاقب. لكن أنا هفاجئك وأقولك إن سليمان تم تقديمه للمحاكمة. ومش بس كده، دي كانت محاكمة عسكرية، برغم إنه كواحد من أفراد الشرطة المفروض يتحاكم قدام محكمة مدنية. وفعلا طعن سليمان على ده، لكن الطعن اترفض. تم توجيه تهمة القتل العمد الخاطر، وده بعد ما حكى اللي حصل وقال إن الإسرائيليين اتسللوا لمنطقة خدمته، وإن الأوامر اللي عنده كانت بمنع أي شخص من دخول المنطقة أيا كانت الطريقة. ولكن للأسف صدر الحكم عليه يوم 28 ديسمبر 1985 بالأشغال الشاقة المؤبدة لمدة 25 سنة. وبمجرد النطق بالحكم تتملي القاعة بالصراخ والبكاء، سواء من الأهالي أو من زمايل سليمان والقادة بتوعه. واتكلم سليمان وقال إنه مش خايف من الموت، لكنه خايف إن الحكم ده يهد الروح المعنوية لزمايله ويخليهم يخافوا يستعملوا سلاحهم، وإن هم يأدوا واجبهم الوطني. وكمل وقال إن الحكم اللي صدر مش ضده لوحده، لكنه ضد مصر كلها. وقال للجنود اللي حواليه يروحوا حرسوا سينا، سليمان مش محتاج حراسة. ويتم ترحيله للسجن الحربي في مدينة نصر في القاهرة، ومنه لمستشفى السجن بحجة علاجه من البلهارسيا. وهناك وفي اليوم التاسع لحبسه، وتحديدا يوم 7 يناير 1986، أعلنت الإذاعة ونشرت الصحف خبر انتحار الجندي سليمان خاطر في ظروف غامضة. ركز معايا بقى وتعالى نرجع لورا ليوم 5 يناير 1986. لكن أولا خليني أقولك شوية قواعد عسكرية هتفرق معانا في الأحداث الجاية.
وهي إن من حق أي شخص زيارة المسجون العسكري، ولكن بشرط إن يكون من الدرجة الأولى، ولازم عدد الزوار ما يزيدوش عن 3 بالكتير. متفقين لغاية هنا؟ نرجع بقى لموضوعنا. اللي حصل مع سليمان يومها إنه دخل عليه واحد من القادة العسكريين، وبعد ما سأله عن أحواله سأله يحب مين يزوره في المستشفى، والأغرب إن ساب له العدد مفتوح. فبدأ سليمان يعد براحته كل اللي عاوزهم يزوروه، واللي وصلوا لعدد كبير، وحتى إن منهم كان أطفال. وبرغم إن ده كان ممنوع، إلا إن إدارة مستشفى السجن وافقت على العدد وعلى الأطفال كمان. وطلب سليمان من إدارة السجن إن هم يبلغوا أهله يجيبوا له محشي وبط، وخليك فاكر المعلومة دي عشان هنحتاجها قدام. كمان طلب كتب الخاصة بالدراسة، لأنه كان وقتها في السنة الثالثة من كلية حقوق انتساب جامعة الزقازيق. وفعلا وصل أهل سليمان تاني يوم 6 يناير 1986. والغريب إن برغم إن مواعيد الزيارة في السجن الحربي بتنتهي الساعة 2 الظهر، ولأن أهل سليمان اتبلغوا بالزيارة متأخر، فهم أصلا وصلوا قدام السجن الساعة 3، إلا إن الإدارة سمحت لهم بالدخول وإن هم يقعدوا معاه عدد الساعات اللي هم عايزينها. وقال أهله بعد كده إن حالة سليمان النفسية كانت كويسة، وإنه كان بيطمنهم إن اللي بيحصل مجرد ضغط دولي على الدولة، وإنه قريب هيتم الإفراج عنه. وخلال الزيارة طلب منه أخوه إنه يعمل له توكيل لإدارة أملاكهم، ووافق سليمان. وأخدوا كمان موافقة من إدارة السجن على زيارة تانية يحضرها موظف الشهر العقاري عشان ينهوا إجراءات التوكيل. وطبعا بعد كل اللي سمعناه ده، فصعب جدا إنك تصدق انتحار واحد بالروح المعنوية العالية دي. ده غير إنه كان متدين وحافظ للقرآن الكريم، وكمان كان بيحفظه لزمايله. ولكن برغم كل ده تم إعلان انتحاره صباح يوم 7 يناير 1986. وطبعا الخبر ده يتواجه بالتكذيب من معظم المصريين، وأولهم أهل سليمان اللي كانوا لسه معاه وكانت نفسيته كويسة، فليه هينتحر؟ ده غير إن المدارس والجامعات انتفضت بالمظاهرات كنوع من إعلان مواجهة وتكذيب الخبر. وعليه قررت أسرة سليمان إن هم يصطحبوا معاهم 2 من الأطباء وقت استلامهم للجثة. ومن هنا بدأت تظهر علامات نسفت تماما فكرة الانتحار، وكانت أولها وجود خلع وكسر في ضوافر سليمان، ولاحظوا وجود بقايا جلد تحت ضوافره، اللي معناه إن سليمان كان بيحاول يقاوم شخص بيهاجمه. وكمان لقوا علامات زرقاء على رجليه الشمال واليمين، واللي فسروها بإنها آثار تعذيب. وبناء على كده تقدم أسرته وطلب تشريح للجثة. والمفاجأة إن معدته احتوت على بقايا فول وعيش، يعني هو حتى ملحقش يلمس البط والمحشي اللي طلبهم من أهله. كمان صرح أهله إن رقبته كان عليها آثار جرح رفيع، اللي اتفسر بإنه من سلك حديد رفيع تم استخدامه لخنق سليمان. طيب ده كلام أهله، تعال بقى للرواية الرسمية اللي قالت إن سليمان انتحر عن طريق شنق نفسه بملاية السرير، واللي مستحيل أصلا تسبب الجرح الرفيع اللي في رقبته. وده كان المسمار الأول في نعش الرواية الرسمية. طيب خلاص كده؟ لا طبعا، لأن بفحص ارتفاع سقف أوضة السجن لقوا إن ارتفاعه 4 متر، والشباك اللي على حسب الرواية اتعلقت فيه الملاية ارتفاعه 3.5 متر. وإحنا دلوقتي بنسأل، هل عند المشاهد تفسير إزاي قدر سليمان يوصل للارتفاع ده ويربط عنده الملاية اللي هيشنق بيها نفسه؟ وهي أساساً الملاية لما تتلف هيوصل طولها ل3 متر. وبعد دفن سليمان صرحت عيلته بأن جثته تعرضت أكتر من مرة للسرقة عن طريق أشخاص غريبة عن البلد، وإن ملامحهم كانت مش مصرية. وقالوا إن هم فعلاً قبضوا على بعضهم وسلموهم للشرطة. وبعدها قرر أهل سليمان إن هم يبنوا مبنى بأسوار عالية يحوط قبر سليمان لحمايته من أي شخص. ولمدة 10 سنين بعد وفاته حرص أهله على إن هم يعملوا سرادق لإحياء ذكراه كل سنة، إلا إن جهاز أمن الدولة منع تماماً إقامته لغاية سنة 2016 لما صدر قرار من محافظ الشرقية اللواء خالد سعيد بإعادة مراسم الاحتفال بسنوية البطل سليمان خاطر بتوجيهات من رئاسة الجمهورية. ومنحت الدولة أهله بعدها وشاح البطولة اللي نالوا 3 بس طول تاريخ مصر، وهم البطل محمد العباسي أول حد رفع علم مصر على أرض سيناء بعد الحرب، والبطل أيمن محمد حسن اللي قتل أكتر من 21 جندي وقائد إسرائيلي في إسرائيل، وآخرهم بطل حلقة النهاردة سليمان خاطر. وفي كل الأحوال وتحت كل الفرضيات فاحنا قدام بطل رفض دخول قدم محتل الأرض أيا كانت العواقب. وفي النهاية ما نملكش إلا إننا ندعيله بالرحمة والمغفرة من ربنا عز وجل، وإن ربنا يأجره عن حمايته ودفاعه عن وطنه، وإنه لآخر لحظة في حياته ما خانش الأمانة. أما دلوقتي فدور أي حد بيسمعنا، تفتكر موت سليمان خاطر كان مجرد حادث انتحار ولا كانت تصفية من تدبير الصهاينة؟ مستنين أراكم.